على كل من هو أهلاوي الحذر من الإعلام. على كل من ينتمي للنادي الأهلي لازم تكون فاهم ولازم تكون واعي الدنيا ماشية إزاي. خلاص هي بدأت اللعبة القذرة، بدأت الأساليب اللي هم يستخدموها مع بيراميدز. فعشان كده جمهور الأهلي فاهم وعارف، بس واجب إن أي حد لازم اللي هو ينبه الناس. واجب عليا ان انا مثلا كل فتره اقول لك الكلمتين دول، ودي الفتره اللي لازم الكلمتين دولت يكونوا محطوطين جوه دماغك. لكن خليني ابدا اقول لك ان النادي الاهلي النهارده كان في اجازه من التدريبات. مارسيل كولر ادى للعيبه راحه بعد مباراه بيراميدز كانت يوم الاثنين. يوم الثلاث كان في تمرينه بسيطه للعيبه اللي هي لعبه المباراه، كان بيعمل لهم عمليه استشفاء. لكن اللعيبه اللي ما لعبتش الماتش كان عندهم تدريب قوي جدا، فالنهارده الراجل ادى لهم اجازه على اساس ان بكره ان شاء الله يستأنفوا التدريبات استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، اللقاء اللي هيلعب في برج العرب. الاهلي بكره عنده تمرينه واحده، وبعد كده مارسيل كولر يدخل المعسكر ويسافر اسكندريه ويعلن القائمه اللي هتلعب مباراه المصري عامل موسم قوي جدا مع علي ماهر. لكن لازم اللي انت تحذر من الاعلام. بالمناسبه غياب خالد عبد الفتاح لحاله الطرد امام بيراميدز، غيابه عن اللقاء المصري، وغياب ايضا مروان عطيه نجم النادي الاهلي اللي النهارده الاربع بيتجوز، بنقول له الف مبروك وربنا يتمم عليه بخير. ده مروان عطيه. فعلشان كده تاجيل سفر ديانج كان المفروض اللي هو يسافر امبارح، لكن النهارده الراجل تم تاجيل السفر. تقريبا هيسافر بعد مباراه سيراميكا، يعني هيلعب معاك مباراه الجمعه المصري وعندك يوم الاثنين سيراميكا، فالراجل هيسافر بعد ماتش سيراميكا. طيب لازم اللي انت تكون فاهم. وعايز اقول لك برضو ان النادي الاهلي خلاص يعني قدم مذكره ضد السبعه من بيراميدز، مذكره ضد كل من مروان حمدي اللي قدم اعتذاره وبرضو مش هنقبل بالاعتذار، الكائن اللي اسمه دونجا، ممدوح سوسو اللي ضاعت فلوسه، ومحمد الشيبي، زلاكا، واحمد زاهر اللي هو كان القاضيه من قفشه في نهائي القرن، وكان القاضيه من قفشه يوم الجمعه اللي فاتت وبعد كده كانها تاني يوم الثلاث، واحمد الشناوي. السبعه دول الاهلي مقدم فيهم مذكره بسبب الاعتداء على حسين الشحات واتهام النادي بمحاوله رشوه الحكم والسباب لجماهير النادي الاهلي. كلها كده في السبعه دول. طبعا لو جيت تتكلم هتلاقي مثلا مروان حمدي السباب للنادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي وشتمهم، دونجا اتهام الاهلي بالرشوه ضد الحكم، ممدوح عيد نفس الكلام برضو سب جماهير النادي الاهلي، الشيبي زي ما انتم عارفين، وزلاكا والشناوي اعتداء على حسين الشحات، واحمد زاهر للتويته اللي هو عملها برضو. كل دولت الاهلي قدم فيهم مذكره، وده التوقيت المميز جدا، وانا اتكلمت فيها في فيديو امبارح قلت لك لازم الاهلي يقدم مذكره في كل دولت قبل 72 ساعه. قبل 72 ساعه عشان اللي انت بتمشي تبع اللائحه. النهارده الاربع مفيش اي عقوبات نزلت لسه لحد الساعه اللي انا بكلمك فيها، مفيش اي عقوبات نزلت على لعيبه بيراميدز ولا على الناس اللي عملت المشاكل دي. علشان كده الاهلي لازم يقدم مذكره خلال 72 ساعه زي ما هو عمل النهارده، ولازم تقدمها للفيفا. لو اتحاد الكره مش ما جابلكش حقك ولا لجنه المسابقات ولا لجنه الانضباط، لازم اللي انت تقدمها للفيفا. وانا عندي يقين وانا عندي كلامي لسه اول امبارح او امبارح كلمتك وقلت لك مفيش حد هيجيب لك حقك. لا لجنه الانضباط هتجيب لك حقك ولا لجنه المسابقات هتجيب لك حقك، والاثنين هيطرمخوا الموضوع لحد ما يعدي عليه 72 ساعه ويقول لك خلاص اللائحه بتقول كده، انت كان عندك 72 ساعه. عشان كده الاهلي النهارده قدم مذكره في السبعه دول، توقيت ممتاز خلال ال 72 ساعه. خلاص انا ما عدتش هنتظر اي حاجه من الاتحاد المصري او اي حاجه بخصوص الناس المنظومه عن المسؤوله عن الرياضه في مصر. لا لجنه المسابقات هتجيب لك حقك ولا انضباط ولا حكام ولا اتحاد ولا رابطه ولا اي حد، يبقى منك انت على الفيفا على طول. زي ما الشيبي عمل في قصه حسين الشحات انت برضه اعمل معاهم كده. خلاص في بعض الناس لازم او هي بتجبرك ان المعامله معاه لازم تكون بالمثل. لازم المعامله مع الناس دي تكون بالمثل وتكون اسوأ كمان. فخلاص المعامله الطيبه مع بعض الناس ما عادش هتنفع. فعشان كده احنا يعني بنشيد بالقرار بتاع مجلس الاداره والمذكره اللي عملها دول. طيب لعيبه الزمالك لعيبه الزمالك بتخرج من التمرين يعني معترضه بسبب اللي هم ما خدوش مستحقاتهم. انت بسبب ايه؟ بسبب الكونفدراليه. يعني الكلام اللي اتقال قال لك اللي هم بيخرجوا من التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم في بطوله الكونفدراليه.
القصه مفهومه، القصه معروفه كويس. يعني انت واخد الكونفدراليه من شهرين، جاي النهارده تعترض؟ ولا ديت حجه جديده علشان لما تخسر من بيراميدز او تفوت لبيراميدز الماتش ما تقولش اللي انت ايه فوتت الماتش؟ لا، ده اللعيبه امبارح كانت معترضه واللعيبه ما اتدربتش وما اعرفش ايه. الاساليب دي يا جماعه احنا عارفينها. جو العيال الصغيره اللي انتوا بتعملوه ده مدروس مهروس مفهوم. فما تجوش تعملوا اللي انتوا ايه صيع. يعني الحاجات ديت الناس كلها عارفاها. يعني الزمالك هيلاعب بيراميدز في عدم وجود الشيبي ومايلي وما اعرفش مين تاني، والزمالك كده كده بيكسب بيراميدز، وبيراميدز اصلا في حاله محبطه بعد ما خسر الماتشين من الاهلي. فطبيعي ان الزمالك يكسب. لو جيت تبص وانت مغمض طبيعي ان الزمالك يكسب، لكن الزمالك هي اكتر فرقه بتساعد الحاجات دي. الزمالك فتحها يعني سبيل، يعني هو فتحها لله. اي حد عايز نقط زياده اداها الزمالك سداد عادي، مفيش مشكله. انا بقول لك اهوت الزمالك من دلوقتي وحاجه مفهومه هيفوت الماتش البيراميدز. تقول لي بقى بيراميدز غايبه، الزمالك غايب، لعيبه ما اعرفش ايه، كده كده هيفوت له. الزمالك لو بيلاعب بيراميدز بالجهاز الفني هيكسب بيراميدز. لو عايز يكسب بيراميدز هيكسب بيراميدز، لكن هو في ماتش يوم الجمعه لازم يفوت له. ارجع لكلام حازم امام الاسطوره بتاعتهم، انا ليه اجري واتعب نفسي والخصم بتاعي ياخد الدوري؟ عمرهم ما هيبقوا نفسك، عمرهم ما هيبقوا نفس العاليه بتاعتنا. احنا كنا بنلعب في دوري 2020 بنلاعب بيراميدز، هم عايزيننا ان احنا نكسب بيراميدز عشان يلعبوا معانا افريقيا، لكن انا كنت بلعب على المبدا اللي انا عايز اكسب او اتعادل، ماليش علاقه بحد. لكن هم اتحطوا في نفس الموقف، هل هم يعملوا الكلام ده؟ مستحيل، مستحيل، ان هم مش زينا. ما علينا. كلمتين بقى لجمهور الاهلي، لازم الكلمتين دول تحطهم في ودانك، لازم الكلمتين دول تعرف يعني تعمل بهم. كلمتين مهمين جدا. دلوقتي جالك دور الاعلام، انت كسبت بيراميدز الماتشين وبيراميدز هو المنافس معاك، هو المنافس المباشر معاك على الدوري. هل انت خدت الدوري لحد الان؟ زيرو، انت لسه ما خدتش الدوري. فالنغمه اللي هم يلعبوا عليها دلوقتي الاعلام اللي هم هيصدر لك كلمه ان الاهلي رسميا بقى بطل الدوري، علشان جمهور الاهلي يبدا اللي هو يعني يهدى شويه. لا، الملعوب اللي هم بيدوروا عليه والملعوب اللي هم عايزين يعملوه مفهوم. انت كواحد اهلاوي فاهم وواعي وعارف الناس ديت يعني نيتها ايه. انت عارف ان الناس ديت عايزه اللي هي تهمد لك النار اللي عندك، او تهمد مثلا حاله الفوقان اللي اللاعيبه فيها، وحاله الفوقان اللي الجمهور فيها، وحاله الدعم اللي الجمهور بيروح للاهلي ورا كل مباراه. هو عايز يهمد لك دي في ظل اللي انت عندك 8 ماتشات قويين، سواء المصري، سيراميكا، انبي، زد، البنك، مقاولين، سموحه، مودرن سبورت. عندك 8 ماتشات قويين جدا. كل الفرق اللي انت هتلاعبها عشمانه اللي هي تاخد منك نقطه ان ما كانتش عايزه تكسبك. سواء المصري اللي عامل موسم كويس، سيراميكا اللي انت كاسبها في الدور الاول يعني هدف بالعافيه 2-1 بطلوع الروح، البنك الاهلي غلبه الاهلي الدور الاول، المقاولين اللي بيسارع من اجل البقاء في الدوري. فالفرق كلها، البنك الاهلي وطارق مصطفى الزملكاوي، سيراميكا ايمن الرمادي، وعارفين الطرق. فدلوقتي الاعلام هيقدر يصدر لك فكره ان الاهلي خلاص بقى بطل الدوري عشان انت غلبت المنافس معاك ماتشين. اوعى تصدق ولا اللي انت تروح ورا الكلام ده. ده اللي هو بقى المعنى الحرفي يدس السم في العسل. الحاجات دي كلها معروفه. على الجانب الثاني فرقه بيراميدز هتضرب اللي خدها اللي تضرب من تحت لتحت. ازاي؟ اللي مثلا الاهلي عنده الماتش الجاي المصري، فيقوم رايح على كام لاعب من المصري، شد حيلكم الموسم الجاي هنجيبك، الموسم الجاي انت معانا، وهيعرض فلوس على فرقه المصري، هيعرض فلوس على جميع الفرق اللي انت هتلعبها. وخلي بالك ان ديت مش عيب ولا هي رشوه، علشان بس ما حدش يروح يقول لك لا ده انت كده بترشي الفرق. لا، هي مش رشوه. رشوه لو انت عطيت له فلوس وقلت له فوت، لكن دي من باب اللي هي مثلا ايه، مكافاه، حافز، اللي هو عايز يجد حل اللي انت تتعطل. حط في دماغك الكلام ده كويس. ده الملعوب اللي هم هيبداوا يلعبوا عليه. الاعلام هيصدر لك فكره ان الاهلي خلاص بقى رسمي بطل الدوري وانت غلبت المنافس اللي هو بيراميدز ماتشين، فمن الصعب اللي بيراميدز يحصلك. على الجانب الثاني بيراميدز هيلعب من تحت لتحت، اللي هو اي فريق انت هتلعبه هيعمل له الاساليب دي.
يروح للمدرب انت معانا، يروح للاعيبه هنقدم لك عرض، انت الموسم اللي جاي انت معانا، شد حيلك، مش عايزين الاهلي يكسب، ما اعرفش ايه، اول الكلام ده يعملوه. فلازم اللي انت كواحد من جمهور الاهلي تبقى فاهم وعارف القصه ديت، والسيناريو اللي بيتلعب ده الناتج منه ايه او الهدف منه ايه. دور جمهور الاهلي برضو اللي انت لازم تروح ورا الاهلي في كل ماتش، في من الثمان ماتشات بعد التذاكر ما نزلت ل 50 جنيه، واصبح اللي هي خلاص اي مباراه للاهلي جمهور الاهلي هيروح المباراه ب 50 جنيه التذكره، لازم اللي انت تخلص على التذاكر وتكون انت موجود في ظهر الفريق في كل مباراه. محدش هيقف معاك. الفرق اللي بيراميدز هيلعبها كلها هتفوت له الماتش، وانا قلت لك ان بيراميدز يوم ما يقع هيقع ماتشين قدام الاهلي. فما تستناش ان اي فرقه توقع بيراميدز بعد كده، سواء تقريبا هيلعبوا انبي او هيلعبوا الزمالك، هو له 5 ماتشات، انت ليك 8 ماتشات، فانت مصيرك وتحسم الدوري بايدك انت. الفتره اللي جايه الكلام ده يحصل، هيبدا اللي هم يصدروا فكره ان الاهلي خلاص بطل الدوري. يعني هم بعد الماتش الاولاني بدا يصدر لك ان في الوقت الاهلي بقى قريب من الدوري، بعد ما كسبت بيراميدز الماتش الاولاني بدا يصدر لك فكره ان الاهلي بقى قريب من حسم الدوري. طيب تخيل بقى بعد ما تكسب بيراميدز الماتش الثاني بعد ما كسبتها، بدا الموضوع يزيد، ان دلوقتي بيراميدز خلاص بقى المنافس بتاعك انت خلصت عليه. فده كلمتين لازم تحطهم في دماغك. طيب مباراه المصري، مباراه المصري اللي جايه كانت من ضمن الاربع ماتشات اللي الاهلي قال عليهم انا عايزهم بحكام اجانب، سواء ماتشين بيراميدز وجه حكام اجانب، سواء ماتش الزمالك اللي الزمالك انسحب منه جه حكم اجنبي. عندك ماتش المصري كان الاهلي مقدم اللي هو عايز حكام اجانب ودفع الفلوس. في لعبه بتتلعب من تحت اللي هم عايزين يحطوا حكام مصريه في مباراه المصري، في مخطط كده بيحاولوا اللي هم يعملوه، فعلشان كده لازم الاداره تكون واعيه. يعني لحد الان بكره الخميس، يعني لحد الان لسه ما فيش اي حد عرض مين اسماء الحكام او هيجوا منين. فممكن خلال الساعات الجايه نشوف مين الحكام، في كلام يعني جايب حكام اجنبي ولا الكلام رايح فين. يعني في الساعات الجايه هيشوف الحكام اللي هتحكم ماتش الاهلي والمصري ايه. لان اللي سمعناه النهارده تقريبا او الكلام ده من امبارح، في مخطط عايزين يعملوه اللي هو يجيب لك حكم مصري. احذر من كل مباراه الاهلي هيلعبها بتحكيم مصري، وهتبدا من مباراه سيراميكا الماتش اللي بعد ماتش بيراميدز لحد ما تخلص الدوري. كل الماتشات اللي انت هتلعبها بتحكيم مصري لازم اللي انت تبقى خايف منها، ولازم اللي انت تحذر منها، لان الحكام برضو ده لهم دور جامد. الحكام عليهم دور جامد. ده زائد اللي بيراميدز ممكن برضو يضرب حاجه من تحت لتحت في الحكام. انت بتلاعب فرق كل الاساليب القذره هتتوقعها، كل الاساليب اللي هم عايزين يوقعوك هيعملوها. فلازم اللي انت تكون فاهم، لازم اللي انت تكون انت واقف انت بالظبط الاهلي عامل زي ثابت وسط عالم مهزوز. فلازم تبقى عارف الناس ديت بتفكر ازاي. دور الجمهور رقم 1، لازم اللي انت في كل مباراه تدعم الفريق، ولازم اللي انت ما تسلمش ودنك للاعلام بتاعك. الاعلام بتاعك مش عايزك تكسب الدوري. السلام عليكم.